السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. ازي حضرتك؟ اهو ربنا يسترك. بقول لحضرتك انا في موضوع شاغلني وعايز اخد راي حضرتك. خدامك يا محمد. واسرتي كلها بيشوفوك دلوقتي وهم اللي قالوا ان انا اكلمك. انا مش سامع. انا بقول لحضرتك انا قاعد مع اسرتي في موضوع خاص بيا، وهم قالوا لي ان انا اكلم حضرتك دلوقتي، عايزين رايك برضه في الموضوع ده. اتفضل. انا الحمد لله لسه جاي من العمره. ايوه. وصليت استخاره هناك ان انا اتجوز زوجه ثانيه. ايه؟ ان انا اتجوز زوجه ثانيه. صلى استخاره انك تتجوز زوجه تانية. برضه. تمام. فانا الحمد لله مستور والحمد لله يعني ربنا سترها. طيب. مراتي زي الفل، معايا 4 اولاد. اه لو لفيت الدنيا مش هلاقي زيها. ايه اللي جاب الفكره بتاع الزوجه التانية؟ ايه اللي جابها؟ اهو يعني اتعرفت عليها يعني. اتعرفت عليها. ممكن فانت حبيت اولادي. لا لحظه واحده بس عشان انا قدامي دقيقه يا محمد. يعني انت عايز تسالني على الاستخاره ولا على زواجك من تانية؟ رايك الاستخاره شايفها خير، بس رايك لا 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 لا، الاستخاره غلط. الاستخاره عمرها ما تبقى خير ولا شر، يبقى انت مش متابعني من اول الحلقه. انت راجل عايز تتجوز. استنى لحظه واحده. انت عايز تتجوز الثانيه، عايز تتجوز الثالثه، عايز تتجوز الرابعه. في كل زيجه لها استخاره، بس بعد ما تستقر الامور، بعد ما تسالني انا. انت لما تسالني يا حبيبي وتقول لي زوجتي ما فيهاش عيب وكمل ومعاها منها 4 اولاد، اقول لك انت مش نيتك عيشه ولا شايف مراتك حلوه. لان اللي يشغلك بالخمسه دول يخليك ما تفكرش في اي انثى في الدنيا حتى ولو كانت بارعه الجمال، لان الجمال كله هتشوفه في مراتك. هتجيب لروحك حمل وهيجي عيل يبقى 5 ومرتين. مهما كانت ظروفك حلوه مش هتقدر تصرف على بيتين كما ينبغي ولا على ولدين كما ينبغي. وفي الوقت نفسه حضرتك الكلام اللي بتتكلمه ده، اوعى تفكر ان انا تلميذ صغير. انت بتكلمه على الهوا بالذات يا محمد عشان تسمع الاربعه انك انت ما بتذمش فيها، عشان تقول لك اوكي بقى خلاص اتجوز، يعني بدام انا ما فيش عيب وكده. ده حرام عليك شرعا. ما تلعبش بعواطف البنت. لو كنت صادقا يا حبيبي